المنتخب الوطني المغربي كان المنتخب الوطني المغربي بواسطه نصير مزراوي، اللاعب اللي كنعرفوا امكانياته الكبيره، كذلك ازدواجيه على مستوى الادوار خطيره 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 خطيره، ولا بد من ابعاد الكره. ياسين بونو كنقول انه كفر على الخطا اللي قام به، لانه كانت تمريره خاطئه. التمريرات بهذا الشكل امام اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي ما يمكن الا تكون في الشباك. كنقول بانه الضغط ديال الجمهور كان كبير، والعوده ديال ياسين بونو من اجل عندهم قامه طويله. صعود غانم السيس، تواجد نايف عقرد، البحث عن الضربات الراسيه، لعبت كره دائريه، فرصه خروج الحارس ويفرتون الذي يتدخل ويبعد الكره، يبعد الخطوره. الكره امامنا الارقام 51% للمنتخب الوطني المغربي. كره طويله اشرف حكيمي، خروج ياسين بونو، خروج خاطئ والهدف الاول لفائده المنتخب البرازيلي في الوقت اللي هناك وضعيه تسلل. اذا هناك وضعيه تسلل، في الوقت اللي الحكم كيطلب من اللاعبين البرازيليين انه ينتظروا في انتظار متابعه اللقطه ومتابعه الصوره. ياسين بونو مرة أخرى خروج ما كانش بشكل جيد. لاحظوا ولو الحراس على مستوى العالم تابعوا المحاولة. حكيم زياش هناك خطأ، كان هناك تدخل، محاولة بلال الخنوس، ولكن استرجاع الكرة من طرف اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. تابعوا المحاولة وبوفال، فرصة وبوفال، هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي بواسطة سفيان بوفال. يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحة كبيرة للجماهير المغربية بهدف سفيان بوفال في شباك الحارس ويفرتون. نصف ساعة كانت كافية للعناصر الوطنية من أجل الوصول للمرمى بعد محاولة اللي تلعبت بشكل ممتاز. تابعوا من جديد هذا الفرصة. حكيم زياش خطا الكرة بشكل ممتاز، انطلاقة، كان تمريرة، كان خطا على مستوى التمرير بلال الخنوس، ثم استرجاع الكرة. لاحظوا المناطق ديال المنتخب البرازيلي، تمريرة ممتازة، ثم خطات الكرة لسفيان بوفال. ما زاد ما نقص، وضع الكرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذه الجمالية، واللي خلى ما كاين أي رد. الكرة في الجهة اليسرى لنصير مزراوي، عز الدين أناحي، حكم كيمنع خطأ. تدخل ليس بهذا الشكل، وهذا كيبين النرفزه الان عند اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. نتمنوا انه ما نمشوش معاهم، لان التدخل كان واضح، وبالتالي الحكم غادي يكون عنده القرار. امام انظار رامون مينيزيس. انتخابيه هو اكثر، لانه الحماس منقطع النظير، وكنعرفوا الشغف ديال الجمهور المغربي. هذه فرصه خطيره ومشات فوق المرمى، حسن الحظ، تسديده بيسينريكي، مشات كره في الجهه اليمنى. يوسف النصيري مشى دائما على مستوى الجهه اليمنى، امكانيه التمرير. يوسف النصيري شنو يعمل؟ يوسف النصيري تمريره، فرصه حكيم زياش، فرصه الهدف. حكيم زياش كان بامكانه يضع الكره في الشباك، لعبات بطريقه ممتازه. لاحظوا رده فعل ديال وليد الكراكي، وحكيم زياش كان بامكانه يضيف هدف ثاني بعد العمل الكبير ديال يوسف النصيري على المستوى الجهه اليمنى. لاحظوا الانطلاقه، مرر مشات الكره بشكل ممتاز، واحد التمريره من سفيان بوفال لحكيم زياش اللي سدد عز الدين أناحي لسفيان بوفال. المنتخب الوطني المغربي قائم جوله اولى مثاليه. فرصه اخرى لفائده المنتخب الوطني المغربي. عز الدين أناحي يسدد في الوقت اللي المطالبه بان هناك لمس على الكره، وبالتالي نتابعوا من جديد. عز الدين أناحي خطا الكره، سدد، اعتقد انه بالفعل مسات الكره. لاعب جونيور، محاوله فائده المنتخب البرازيلي داخل منطقه الجزاء، تدخل ممتاز لنصير مزراوي. دائما محاولات بالنسبه للمنتخب البرازيلي للتمرير داخل منطقه الجزاء، تسديده، تدخل الدفاع حكيم زياش، واخراج الكره بشكل ممتاز. اخراج الكره امام ضغط برازيلي. حكيم زياش، بلال الخنوس، حاولوا اللاعبين ديال المنتخب المغربي ليوسف النصيري. كان هناك تغطيه من طرف اللاعب اليكس وفينيسيوس جونيور، كانت خطيره. اداء تسديده مشات فوق المرمى
فينيسيوس جونيور يسدد مباشرة للمرمى. لاحظوا بأنه كان شيء ما تقدم ديال ياسين بونو، يسدد بكل قوة، ولو أن أعتقد أنه النية ديال فينيسيوس جونيور كان هي رفع الكرة، أنه يرفع الكرة في يبحث عن إيجابية حتى يدخل الفرحة اللي يقولوا بكل المغاربة. لعبت الكرة، كرة خارج أرضية الملعب، كرة خارج أرضية الملعب. كانت فرصة خطيرة لفائدة المنتخب البرازيلي. كان صعود ديال روجر إيبانيز دا سيلفا. لاحظوا تلعبات الكرة خطورة. عز الدين أناحي مشات الكرة في الجهة اليمنى عند حكيم زياش. حكيم زياش غادي يعمل حكيم زياش فرصة وممتازة من عز الدين أناحي. غادي يعمل عز الدين أناحي تمريرة فرصة. سفيان بوفال ما تمكنش من التسديد، وبالتالي كتضيع محاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي كان تدخل ديال سفيان أمرابط الحكم. كيعلن التدخل ديال أليكس نيكولاو. إذا في هذا الأثناء حكم المباراة يعلن على نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني المغربي بهدف للا شيء، هدف سفيان بوفال اللي كيعطي التقدم للعناصر الوطنية في 11. بالتالي استعداد كذلك لهذا الحدث القاري، أن المنتخب الوطني المغربي زخم من أشرف حكيمي انطلاقه من الجهه اليمنى. فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي مره اخرى. اشرف حكيمي حاول يمرر، تسديده قويه لحكيم زياش، ولكن الكره كتمشي بعيده شيئا ما على مرمى الحارس ويفرتون. تابعوا من جديد هذه المحاوله. حكيم زياش قلت بان وليد ياكد بانه ما خاصش تكون مجازفه والمخاطره امام لاعبين كبار، لكن هذا تدخل ممتاز ياسين بونو. ردة فعل ياسين بونو بعد تسديده قويه لرودريغو في الوقت اللي قلت بان المنتخب البرازيلي اللي عنده لاعبين عندهم امكانيات كتجي ردة الفعل ديال ياسين بونو امام رودريغو. بلال الخنوس خدا الكره بشكل ممتاز مره اخرى تعود لفائده المنتخب الوطني المغربي. صراحه العناصر الوطنيه لعبه بدون مركب نقص. يوسف العنصيري يسدد الكره كتضرب في دفاع المنتخب البرازيلي. فرصه عز الدين أناحي وتدخل الحارس ويفرتون اللي بعد الكره. عز الدين أناحي تسديده قويه ممتازه وتدخل الحارس ويفرتون. فرصه لفائده الكره في الوسط، غادي يبحث على الجهه اليمنى بالفعل عند اللاعب ايمرسون داخل منطقه الجزاء. محاوله خطيره، تدخل الدفاع دائما، فرصه تدخل وابعاد الكره ممتاز. غانم سيس يتدخل ويبعد الكره للزاويه. كانت فرصه بواسطه اللاعب روني هو اللي سدد الكره الاخيره. تدخل ممتاز من طرف العميد غانم سيس من جانب تقريبا 6 ديال اللاعبين البرازيليين داخل منطقه الجزاء. لعبت كره راسيه خطيره لابد من ابعاد الكره. ممتاز نايف اكرد، لانه كان هناك تواجد لاعبين في القائم الثاني. كانت محاوله شكلت خطوره على دفاع المنتخب الوطني المغربي. الان ضغط للمنتخب البرازيلي، لابد من ابعاد الكره. الذي يتدخل ويبعد الكره في الوقت اللي مشات الكره لدوس سانتوس اللي دخل منذ قليل. كانت مطالبه بخطا بلمسه يد في الوقت اللي استرجع الكره امام يوسف العنصيري. خطيره هدف التعادل لفائده المنتخب البرازيلي. هدف بواسطه العميد كاسيميرو. ياسين بونو كان بامكانه انه يحصل الكره، ولكن الكره كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف اول لفائده المنتخب البرازيلي. فرحه ديال الجماهير كذلك البرازيليه الحاضره، وفرحه كبيره للاعبي المنتخب البرازيلي. العوده في نتيجه هذه المباراه سنتابع مره اخرى. كان خطا المستوى التمرير، استرجاع الكره من طرف لوكاس، تسديده طرف اللاعب والعميد كاسيميرو اللي كيوضع الكره في الجهه اليمنى. عمران نوزا، هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. ترفع الكره داخل منطقه الجزاء. فرصه نصير مزراوي، امكانيه التمرير داخل منطقه الجزاء. ترفع الكره، فرصه وراسيه، كانت الراسيه والمحاوله اخرى. يحيى عطية رفع الكره، فرصه هدف هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. هدف ثاني بواسطه اللاعب الصابري عبد الحميد الصابري. ورقه رابحه، من حقك تفرح، من حقنا الجميع نفرحوا يا وليد، من حقنا نفرحوا بهدف ثاني في شباك منتخب سيليساو. عبد الحميد الصابري يضع الكره في الشباك، فرحه كبيره
بحضور كل الأجيال تحضر لمتابعة هذه الملحمة أمام منتخب برازيلي ومنتخب برازيل إفريقيا والعرب. تابعوا المحاولة ممتازة، تمريرة والعرضية داخل منطقة الجزاء. طلعت الكرة للاعب عبد الحميد الصابري. حاولت المراوغة، تمريرة، تدخل ممتاز لنايف عقرت. كانت محاولة اللي قادها فينيسيوس جونيور. سيرجع كرة من طرف لاعب ديال المنتخب. الوقت لتغيير آخر، خروج إيمرسون ودخول اللاعب ارتور سواريز. الوقت كانت محاولة، كرة مشات خارج والمتميز امام منتخب عسيريصاو. اذا نهاية المباراة بفوز مستحق للمنتخب الوطني المغربي امام المنتخب البرازيلي بهدفين لهدف واحد، هدفي سفيان بوفال وعبد الحميد الصابري خلال الجولة الثانية. في الوقت كاسيميرو سجل الهدف الوحيد للمنتخب.